عاصمة باش الناس تعرفني ناكل كان هيلثي ونعمل سيستم متقطع نعمل فيه من 2014 مش من توا. فقاعد نعمل كعبات بريك، قلت خليني نوريكم كيفاش الصيغة نتاع البريك بتاعي كيفاش نعملو هيلثي. وفي الحقيقة تقريبا كما البريك العادي، يعني عملت حشو فيها بطاطا، فيها تن، عظم، معدنوس، جبن، أهم حاجة جبن عليه جاي شوية، وفوحت شوية كركم وفلفل أكحل. ما حطيتش ملح خاطر الجبن ديجا مالح والتن مالح. هذا الحشو بتاعي. بعد نعمل بريكتي بطريقة عادية، أنا هذا صباع بريك. بعد شو نعمل؟ نجي ندهنو بزيت زيتونة، بالطبيعة يديا نضاف، دهنتو فوالا. منحطش برشا، ما ندهنو بما يكفي باش ما يلصقش وباش يولي يتقرمش. هذايا صباع بريك، ونحطو في الطبق نتاعي اللي هو زادا مدهون بالزيت زيتونة، فما نقليش. هذا كل معمول في الشايح يعني. فوالا ونعاود العملية، ومن بعد تنشوفو مع بعضنا شنو هي النتيجة وإذا كانت تطلع بينا ولا لا. أتوت. A few moments later. البريك نتاعي طاب، كيما تشوفوا تقول عليه مقلي، نفس التقرميشة، بالحق طايب في حقه. خليني نقسمه باش نشوف من الداخل كيفاش. ريتو تقول عليها بريك مقلية، ولكنها هيلثي ما فيهاش برشا زيت. عملت معها شوية سلطة مشوية، كيف ما حطيتش فيها برشا زيت، هذاك علاش السايحة تظهر، لكن تقعد حاجة صحية برشا سلطة مشوية ديما نعملها. فهذا فطوري اللي باش نفطرو توا، ومن بعد نحكي لكم شوية على الماكلة الصحية من منظور الصحة العمومية. هاي تشاو أتوت. A few moments later. إذا كملت فطرت، طلع بنين. ما عملتش فازت نتاع تيك توك تاع أما طلع باهي البريك تحفون خير من المقلي. باهي حبيت نتكلم شوية على الأكل الصحي من منظور الصحة العمومية. علاش؟ خاطر الماكلة الصحية في رأيي ماهيش مجرد خيار فردي، هي فعلا مسألة مجتمعية، مسألة بتاع صحة عمومية ولازم ننتبهوا للناس الكل. على خاطر الماكلة عندها علاقة مباشرة بالأمراض المزمنة اللي هما في تونس شنو هما السكر، القلب، ضغط الدم، وتوا دو بلوس اون بلوس للأسف أمراض السرطان. نصف عليكم. فاللي ماكلته اليومية كسكوت كفتاجي وكيك ومقلوب مشخشخ بالموتزاريلا العربي وكونتيتي جينيروز، ما نجمش يتفاجئ كيف ياخد عمره 40 سنة هو ديجا عنده زوز 3 أمراض كان من الممكن جدا أنه يتفاداها إذا كان توقع منها في وقته. فاللي صاير توا هو أنه الناس قاعدة تمرض وهي صغيرة، وتاخذ في دويات، تلزم الدولة على أنها تستثمر أكثر في خدمات طبية باش تستوعب هالكم الهائل من الطلب، على الخاطر للأسف السمنة ولات متفشرة في تونس كما برشا بلدان نامية. يظل قريت إحصائية نتاع 60% من التوانسة عندهم سمنة، فهذه مش حاجة باهية بالكل، هذه حاجة باش تثقل كاهل الدولة على خاطرها باش تنعكس على الطلب على الأدوية. حتى لو أننا نعيشوا أطول من قبل، إلا أننا نعيشوا بأكثر أمراض من قبل، وهذه حاجة لازم نعالجوها. من ناحية أخرى كان نشوفوا الديموغرافية نتاع الناس اللي قاعدة تمرض، نلقاهم هما أكثر ناس ضعاف اقتصاديا، يعني الأمراض المزمنة تشمل أكثر الناس الفقراء. علاش؟ على خاطر الناس هذوما يشريوا حاجات رخيصة اللي هي في نهاية الأمر ديما تلقاها يا سكريات يا دهون، فماش حاجة أخرى. فإذا كان خياراتك الكل أو الخيارات المتاحة بالنسبة ليك هي يا سكر يا شحم، بالطبيعة أنت باش تحل الباب على مصراعيه من الأمراض المزمنة. فإحنا تو محتاجين باش نعملوا سياسة عامة تخلي الأكل الصحي متاح للناس الكل، يعني ماهوش حكر على الفئة المترفة، وثانيا تخليها جزء من ثقافتنا. يعني الإنسان اللي مازال صغير توا وقاعد يبني في حياته لازم يكون قادر على أنه يشوف روحه بعد 20 أو 30 سنة، ماهوش عايش كل نهار ونهاره. لازم يكون
واعي اللي ماكلته راهي جزء هام ياسر من حياته المستقبليه، مش فقط مثلا تاع نعيش توا وخلي نشوف كيف نكبر. فدور الدوله هنا محوري. الدوله يعني يظهر لي بالنسبه لي لازم تعمل ضرائب معناتها على المشروبات السكريه، على الوجبات السريعه، ما لازمش تكون رخيصه الحاجات هذه. لازمها تدعم مصادر البروتين، ما تدعمش السكر والحبوب، تدعم اللحم، تدعم الالياف، الخضره، الغله، اما مش السكر. ويلزمها زادة تدرج الخيارات الغذائيه السليمه في المدرسه باش الجيل الجديد يكبر بوعي على شنو الحاجات اللي لازم يدخلها لبدنه، وعلاش ما حاجات لازمك تتوقع منها وما تخليهاش جزء من ماكلتك اليوميه. ما تنجمش تخليها حاجه كمان حتى للوالدين كهو، خاطر الوالدين للاسف برشا منهم يرمي كعبه جاتو لولده ويتعدى. هنا لازم الدوله تتدخل. اعطيني رايك.